السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبنكمل مع بعض مسلسل ما ترى ليس كما يبدو، والحلقة الخامسة والأخيرة من حكاية انت وحدك. وبتبتدي الحلقة لما شفنا عربية داخلة مكان كده، وبيتفتح الباب وبيترمي منها شخص، وبيطلع الشخص دوت المهندس أحمد عبد المقصود ومقتول، وفي اتنين مش عارفين تمرجية ولا ايه بيحاولوا يسعفوه. وبعدها بنشوف مامة سارة بتتصل بيها وبتقول لها أيوة يا سارة، ممكن تجيني على المستشفى دلوقتي؟ فبتقول لها سارة خير في إيه؟ قالت لها الدكتور أحمد عبد المقصود اتوفى. ولما بتروح سارة المستشفى مامتها بتقول لها فجأة لقينا المستشفى اتقلبت وكله بيجري، ولما نزلت أشوف في إيه لقيت المهندس أحمد مقتول وشكله غريب ووشه مسود وشفايفه مزرقة وشعره كله أبيض ومكتوب على بطنه فلوس. افتكرت سارة الرسالة اللي جات لها اللي كان مكتوب فيها فلوس، وقالت نفس الرسالة اللي جات لي، ده شخص بيأذي كل اللي بيحاول يساعد. وبتقول لمامتها أنا خايفة عليكي، انت لازم تباتي في المستشفى اليومين دول. قالت لها مش ممكن، انت عايزاني أسيبك؟ وفي البيت وهم نايمين بيصحوا على صوت صفارة، وبتقوم سارة تدور على الصوت جاي منين، تلاقي إن الصوت جاي من اللابتوب بتاعها الموجود في الدولاب. جابته وبتفتحه وبتشوف هنا صورة نهى وهي متكتفة، وبتقول لها نهى نهى يا ماما هيقتلها كمان ساعة. فبتقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده، ومين ده اللي هيقتلها؟ وبتقول لها مامتها انت بتعملي ايه؟ فبتقول لها سارة انا لازم الحق نهى بأي طريقة. قالت لها مامتها انت مش هتعملي حاجة، احنا هنبلغ البوليس وهو اللي هيتصرف. وبتلم سارة الفلوس اللي موجودة في البيت، ومامتها بتقول لها أنا مش ممكن أسيبك تخرجي وتروحي تقابلي قتال القتلة ده. قالت لها لازم أروح يا ماما علشان ألحق نهى. قالت لها مامتها طيب أنا جاية معاكي. قالت لها لا مش هخليكي تيجي معايا وأشوف قتيل تاني. وبتخرج سارة وبتقفل على مامتها الباب من بره علشان ما تروحش وراها. وهي في العربية بيكلمها سليم وبيسألها انت رايحة فين دلوقت؟ قالت له سليم أنا مش عايزة أسئلة، لو عايز تساعدني هبعت لك لوكيشن وتبلغ البوليس وتجيلي هناك. وبتروح سارة العنوان اللي كان مكتوب على اللابتوب، وبتفضل تنده على نهى، وفضلت تلف في المكان وتنده عليها. وبتطلع سلم وهي طالعة لقت دم على الأرض، وفجأة بتلاقي نهى فعلا وقع على الأرض وبتنده عليها. وبتروح لها سارة وبتقول لها ما تخافيش أنا معاكي. وفجأة بتشوف عامر داخل عليها، وبعدها بتلاقي سليم برضو داخل عليها. وبتقول له سليم عامر هو ورا كل ده، الحقني. لقيته بيبص لها وبيضحك وبيقول لها هو انت لسه كل ده ما فهمتيش؟ واحدة مختلة عقليا. وبيمسك نوع من شعرها وبيقول لها وواحدة مدمنة وشمامة، وواحد غلبان واحدة رفضته زمان. وبيشاور على نفسه وبيقول لها وواحد هنتيه بدل المرة 1000 علشان بس تجرأ وحبك. وبياخد منها شنطة الفلوس وبيقول لها احنا التلاتة ما كانش ناقصنا اي حاجة غير حاجة واحدة بس، هي الفلوس. بيقول لها موضوع الرسائل والمكالمات اللي كانت بتجيلك ده يبقى عامر. وبتفتكر الرسائل والكلام اللي كان بيتبعت لها، ولما كان بيقول لها في التليفون نار، وقال لها هو كمان اللي طفى عليك النور في الأرشيف، وهو كمان اللي عطل الأسانسير. وكل ده وهي بتسترجع المشاهد دي كلها. وبيقول لها نهى ده هي اللي كان معاها بداية الخيط، موضوع عربيتك اللي بطاريتها كانت بتخلص هي اللي قالت لنا عليها، أنا اللي خليتها تقنعك تروحي عيد الميلاد علشان تقولي إيه ده، أنا في حد متحكم في حياتي ولا إيه؟ والحريقة اللي حصلت في عيد الميلاد أنا اللي عملتها. كل حاجة كانت ماشية تمام، بس الشمامة دي كانت هتبوظ لي كل حاجة، لحد ما راحت باتت معاكي وكلمتني وبتقولي الحقني أنا مش قادرة أكمل، وقالت لي أنا حاسة إن أنا زبالة، سارة ما تستاهلش كل ده، وخليتها تنزل من بيتك. ولما نزلت أخدتها وخبتها، وأنا اللي كتبت الكلام اللي قريتيه على الحيطة في بيت المدمنة دي. كان لازم أعمل كده علشان أخليكي تشكي فيها. وقال لها أما المهندس أحمد عبد المقصود صاحب باباكي، الراجل ده ذكي جدا، بس كان هيبوظ لي كل حاجة، فاضطريت أخلص منه. وهنا عامر بيطلع حقنة. سارة لما شافتها طلعت تجري، وطلع عامر يجري وراها ومسكها وحاول يديها الحقنة بالعافية، بس فضلت تعافر وتقاوم معاه، ولكن قدر يديها لها.
وهنا حاول بعدها سليم يمسكها، لقت سارة سكينة خدتها وعورته في ايده وجريت دخلت الحمام. وبنشوف هنا حاجة غريبة، سارة شعرها كله بيبيض وفضلت تبص لنفسها في المراية وبتستغرب، وبيخبط عليها سليم وبيبتدي هنا بقى اللغز يتحل، وبيقول لها ماما تعالي ما تخافيش مفيش حاجة، وبيفضل يسندها ومشى بيها وبيقول لها ما تخافيش تعالي سريرك اهو خش ارتاحي. وبعدها بنشوفه هو وعامر سندنا وماشيين بيها، وبيقول لها تعالي يا ماما ما تخافيش مش عايزك تقلقي من حاجة، ويدخلوها أوضة في مكان زي مستشفى وبيدوها جلسات كهرباء. وبعدها بيخش عليها الدكتور وبيقول لها الحمد لله على السلامة، انت تعبتينا أول مرة دي، شفتي عملتي ايه في عامر وعملتي ايه في سليم. وبعدها بنشوفها وهي قاعدة مع سليم وبيقول لها أنا أبقى ابنك، أيوة وسميتيني سليم على اسم جده الله يرحمه. وبنشوف مشهد من الماضي، أسبوع مولود وهي شايلاه والناس بيحتفلوا وبيباركوا لها، وبنشوف جنبها المهندس أحمد عبد المقصود، واللي بنعرف بعد كده إن هو يبقى جوزها وأبو سليم. وبتبتدي هنا سارة تسأله وتقول له طيب والرسايل وحكاية الخطف ومين عامر ومين نهى ومين المهندس أحمد عبد المقصود. قال لها سليم عامر ده يبقى من التمريض هنا وهو اللي بياخد باله منك ومن الأدوية بتاعتك، وقال لها انت بقالك هنا 2 بتتعالجي. وموضوع الرسائل وموضوع الخطف كل الحاجات دي هلاوس تخيلات منك، ودايما انا اللي بطلع الشخص الوحش في الاخر. اما المهندس احمد عبد المقصود فده يبقى بابا الله يرحمه، كان مريض كان مغلبنا معاه لانه ما كانش بياخد الدواء وفي الاخر مات بالمرض ده. وبنشوف مشهد من الماضي وهي بتطمن عليه وبتديله الدواء. واللي عمل فيكي كده وخلى الهلاوس والتخيلات دي تجيلك هو انك اتأثرت بموت تيتا وجد الله يرحمهم، والصدمة كانت كبيرة عليكي، وكمان بعد ما ماتوا كنا بنسمعك انا وبابا تقعدي تتكلمي معاهم بالساعات. وبيقول لها لما بابا كمان مات بدأت التخيلات والهلاوس دي تتكرر وبقت تزيد، وبقيتي تعيشي في الخيالات دي ما بتطلعيش منها، عشان كده الدكاترة قرروا ان هم يحجزوكي هنا. ودي بقى نهى أطيب واحدة في الدنيا، دي اللي كانت رفيقة ليكي والونس بتاعك. يعني المهم في الآخر سارة بتطلع مامة سليم، وإن كل اللي عاشته سارة في الحلقات اللي فاتت كانت تخيلات وهلاوس نتيجة صدمة موت أمها وأبوها. وبتنتهي الحكاية على كده. وفي النهاية أتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم، مستني رأيكم في التعليقات، وأتمنى تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك وشير. سلام.